هنبدأ الأسئلة، بس قبل ما أبدأ الأسئلة أقول لك مبسوط أوي إن أنا قاعد معاك، حاجة أنا هابقى دايمًا فخور بيها في حياتي كلها. إيه اللي خلّى حضرتك تبدأ المشوار من الأول؟ هي حكاية طويلة لأن والدي كان طبيب، فكنت معجب اللي بيعمله ناس تعبانة وهو بيساعدهم. وبعدين حاجة حصلت إن عمتي أخته هو توفت من حمى روماتيزمية. والدي انهار، كانت أخته الصغيرة. فأنا قلت له كنت عمري حوالي 7 سنين، هي ماتت لما كان ممكن إن إحنا نفتح السموم ده بعملية. أنا طفل يعني 7 سنين. ملوش قيمة. قلت له طب أنا هبقى جراح قلب. قال لي اسمع بقى، عمرك ما هتبقى جراح قلب. قلت له طيب مين اللي بيعمل؟ قال لي ده في واحد في انجلترا اسمه مستر بروك، هو بقى اسمه لورد بروك بعديها، وفيها ابتدوا يعملوا عملية. قلت له أنا هشتغل جامد، أروح أشتغل معاه. لقيت جدا أكتري مشيت في كل المشوار ده وجيت أشتغل. وبعدين لقيت إنه يعني ممكن إن أنفع ناس كثيرة في العالم. قعدت أشتغل، قلت يوم من الأيام هرجع أسوان. وبعدين شفت الناس بتوع أسوان في منتهى الجمال، أكيد. ونعمل عمليات في أسوان. وبعدين عملنا مركز ضخم هناك عشان الأطفال لما كانوا يجوا القاهرة يوصلوا بحالة يطيروا. وأنت عندك الرؤية وأنت عندك 7 سنين، دي حاجة. ابتدت طول الوقت كنت مؤمن بيها، ولا رحت يمين ولا شمال، بايح طول الوقت. أنا هاقول لك من ناحيتي أنا. ده عملت إيه؟ والله أنا ما أعرفش ليه 7 سنين، بس هي برضه بالنسبة لي 7 سنين و8 سنين، السن الصغير ده وأنا بالعب في الشارع مع أصحابي. كل اللي نفسي فيه إن أنا بالضبط كورة شراب. كل اللي نفسي فيه إن أنا ألعب كورة وخلاص، مش فارق معايا فين، مش فارق معايا نادي، ده الحاجة اللي باحبها ونفسي أعمل حاجة كويسة فيها. فكان كل هدفي وقتها إن أنا ألعب في الشارع، أتبسط مع أصحابي، مش فارق أي حاجة تانية. ولو ربنا كرم بعد كده ولعبت في فريق أول أبقى أشوف، بس وقتها أنا كنت طفل صغير. مين ده كان هذا؟ أنا كنت بالعب في القرية اللي أنا اتولدت فيها، اسمها نجريج. دي القرية اللي أنا اتولدت فيها في الغربية. في الغربية. الغربية. دي كنت بالعب مع أصحابي بالعب في الشارع عادي، مش فارق لي بقى لا عايز أبقى هنا ولا عايز أبقى هنا، بس ده بداية الحلم بالنسبة لي. لكن بعد ما بدأت أحس إن أنا ممكن ألعب في فريق أول، بدأ الحلم بالنسبة لي يتجدد، اللي هو أنا عايز ألعب برّه في أوروبا. ولمّا طلعت لعبت في أوروبا بالنسبة لي أنا عايز أعمل حاجة ما حدش مصري عملها في المجال ده. ولمّا عملت كده حسيت اللي هو طب ما نكبّر الحلم شوية، خلّي الناس تبقى عندها أمل، تتمرّن أكتر، تعمل أكتر، عشان الأطفال نفسها يحسّوا إن هم عندهم حد ممكن يصدّقوا إن هم يوصلوا له. فالحلم بالنسبة لي كان بيتطوّر كل فترة. بس يعني رجوعًا للموضوع نفسه، لأ، من عندي 7، 8 سنين ده اللي كنت باحلم إن أنا أعمله يعني. في تشابه كبير. 100%. 100%. بس أنت كان عندك رؤية أحسن، إن أنت عندك 7 سنين عايز تعمل الحاجة دي. أنا بالنسبة لي ما كنتش ضامن إن أنا ممكن أعمل حاجة زي كده. لا وأنا كنت مستوعب بقى كنت طول عمري كنت وكنت تعرف يا مو كنت كان يقول يا مو أكيد طبعًا. كنت مكسوف دايما وشاي وما كلمش في المدرسة. وبعدين أطلع الأول، بعدين يقولوا الولد ده حاجة من اتنين، يا إما بيغش يا إما عنده مخه mental retardation. بخدوني الدكاترة يقولوا افحصوه ده مخه إيه ده. قلت لهم، قالوا لي ليه ما بتتكلمش؟ قلت لهم ما فيش حاجة بتكلم فيها. judging الأطفال في سن 7 اللي كنت بتقول ده غلط، لأن الأطفال كل واحد منهم عنده شجاعة طبعًا. وعنده أكيد. حلم عايز ينال أكيد. زي ما أنت عملت. مين أول حد صدّق فيك قبل ما العالم كله يعرفك؟ أفتكر إن يعني ما فيش واحد بالذات أقدر أقول إنه صدق فيا، إنما أنا نفسي كنت ببص على الناس مين هم اللي زي رول موديل، أنا عايز أبقى زيهم. أبويا كان واحد منهم،
رود بروك ده الكراريس جيت اشتغلت معاهم. وبعدين كان في واحد لبناني أصلا، أبوه لبناني، اسمه بيتر مدور، سير بيتر مدور. أبوه كان من لبنان، جه اتجوز واحدة إنجليزية وهو رايح من البرازيل. وبيتر مدور اتولد في البرازيل وتعلم في أوكسفورد. ليه هو كان رول موديل؟ يعني أنا كنت بحبه جدا جدا جدا، لأن هو اكتشف زراعة الأعضاء وخد النوبل برايز. كان متواضع جدا طويل. سير بيتر. سير بيتر بقى أبوه يقول لك أبويا من لبنان فينيشن، والفينيشنز دول دايما يحبوا البحر. راح ويست، وبعدين اتولدت في البرازيل، وبعدين بعتوني أوكسفورد. يقول لك أنا ما كنتش بتلخبط أكتر من كده، دم وشربات. فلما شفته في شيكاغو، لما رجعت إنجلترا ابتديت زراعة الأعضاء، عشان هو ابتداها كان بقى فيلسوف كبير جدا يحب الناس ومتواضع. فقلت له ممكن أجي أقابلك؟ حتى اتكلمت بالتليفون، أنا لسه بقى جونيور خالص، راجل صغير. قال لي تعالى اتغدى معايا بكرة. رحت لقيت إن الراجل ده بيحب الهيومانيتي، متواضع جدا، عالم كبير جدا. قلت يا خبر أبيض، أنا لازم أقلد الناس دول على حب الناس والهيومانيتي. دي حاجة جميلة جدا. ففي رول موديلز، يعني ناس عايزين احنا نشتغل. معرفش بقى مين كان يور رول. بالنسبة لي أنا لأ، كان في لعيبة كتير وأنا صغير كان نفسي أطلع زي لعيبة كتير بتلعب في مصر. زي مين مثلا؟ كان أشهرهم وقتها الناس اللي كانت مشهورة أوي في الشارع المصري كان الكابتن خطيب، كابتن حسن شحاتة، الناس اللي بتلعب لغاية دلوقتي. فاكرهم طبعًا. ما هو ده كان الناس الiconic بالنسبة لينا كمصريين. ما حدش عندنا وقتها كان عمل حاجة كبيرة أوي في أوروبا، لكن الوحيد اللي أنا أحس إن هو صدّق فيّا بجد والدي. يعني الوحيد اللي هو يعني كنت دايمًا بيصرف هو فلوس ومش عارف إيه اللي هييجي مقابل ليها، إن أنا أسافر من البلد عندي للقاهرة كل يوم 4 ساعات ونُص بالعربية، وده مواصلات تقريبًا 20 جنيه كل يوم رايح جاي، لمدة 5 أيام في الأسبوع. فهو الوحيد اللي أنا أقدر أقول هو صدّق فيّا. والدتي لأ، والدتي كانت بتخاف أوي، بتخاف أوي، خلّيه العربيات في حوادث بلاش مش عارف إيه. لكن والدي اللي كان وقتها اللي ما أقدرش أنكر أي حاجة ليه خالص طبعًا، حياتي كلّها مديون ليه فيها، لإن هو الوحيد اللي كان مصدّق في إن أنا أقدر أعمل حاجة كويسة. الأمثلة اللي قدّامنا أو اللي حوالينا إن ما فيش لعيبة كتير أصلًا من الأرياف بتلعب في الدوري ولا بتلعب في برّه. فهو بالنسبة له إن هو يكون مصدّق إن أنت ممكن تعمل حاجة، روح جرّب. يعني بالنسبة لي باشوفها إن هو واحد بيخسر فلوس عشان ابنه عايز يلعب كورة وعشان ابنه عايز يتبسط، حاجة جميلة. فروح وشوف، لو ما نفعش ما نفعش. فطبعًا أدين ليه بكل اللي أنا فيه. ممكن ما بتجيش فرص كتيرة إن أنا أعبّر عن اللي جوايا ليه، لإن إحنا أنت عارف المصريين الولاد ما بيحبوش يعبّروا أوي عن اللي جواهم، لكن أنا مدين ليه جدًا بكل اللي أنا وصلت له. هو الوحيد اللي كان مصدّق فيّا في الوقت ده يعني. مش عارف قد إيه أنت وصلت. ده الكلمة اللي كانت ممكن تدّي حضرتك أمل عشان تكمّل في بداية المشوار. كنت أحب العلم جدا والأبحاث، وكنت دايما أقرأ كتير. علم الذرة مثلا، وإزاي مدام كوري استعملته، وإزاي الرابع كود. و... وكنت خايف لأن هدخل الجامعة أو لأ، فدخلت مسابقة علشان علم الذرة في الطب، وجبت نمر كويسة. وبعدين كنت من أوائل التوجيهية، فجربت الناحيتين، قالوا لي هتخش الجامعة anyway. بس أنا كنت أحب العلم والأبحاث العلمية جدا جدا جدا. لغاية دلوقتي طبعا لو عملت 3 تقريبا يعني 30,000 عملية قلب. ما شاء الله. إنما بعمل أبحاث، وبحث واحد ممكن إن ينقذ طبعًا، ملايين طبعًا، الناس لغاية دلوقتي، وبنكتشف حاجات جديدة عشان تساعد ناس، ملايين الناس في المستقبل.
فدي حاجة يعني بتخلّيني طبعًا، excited أكيد. كده ومتحمّس. أنا بالنسبة لي مش قادر بصراحة السؤال نفسه يمكن ما حدش سأله لي قبل كده، فما عنديش إجابة واضحة ليه. كل اللي أنا كنت باعمله في بدايتي إن أنا عايز ألعب كورة، أنا باحب الكورة، وما عنديش option تاني غير إن أنا ألعب كورة. لو فشلت في الكورة حياتي كلها هتبقى متدمرة. فأنا بالنسبة لي يا ده يا ما فيش. فأنا كل تركيزي هنا. أفتكر كويس أوي لمّا بارجع بالذاكرة كده شوية، لو مدرب زعق لي ممكن أدخل أوضة اللبس عشان ما أردش عليه، عشان أنا خايف أخسر المكانة اللي أنا فيها كمدرب في الناشئين، لإني شُفت أمثلة كتيرة قدّامي. كان في لعيبة ممكن ترد على المدرب، المدرب يتضايق منهم ما يلعبهمش تاني. أنا بالنسبة لي هاخد الزعل ده وأدخل الحمام أعيط. آه. اللعيبة تدخل تتريق عليَّ أنت فلاح، أنت لابس ليه كده، أدخل الحمام أعيط، عشان أنا مش عايز أعمل مشاكل مع حد، كل اللي فارق معايا إن أنا أوصل. دي مهمة جدًا، من ناحيتي أنا كنت مؤمن يعني متحمّس ومؤمن يعني إن لازم أمشي. في ناس كتيرة بقى يقول لك إيه، هتفشل، سيبوني في حالي أنا يعني هافضل أشتغل لإني مؤمن باللي أكيد. أنا عايز أعمله دي. نفس الحكاية. أكيد، أنا بدايتي كانت كده يعني، لو في زعل في أي حاجة أنا خلاص هادخل أعيط في الحمام، بس ما أعملش مشاكل مع حد، أصل ممكن أخسر اللي أنا فيه. لو الزمن رجع بحضرتك لأول يوم بدأت فيه، إيه الرسالة اللي كنت هتبعتها لنفسك؟ إن أستمر هو الاستمرار، persistence يعني ما أخافش من حاجة، لإني مؤمن باللي أنا باعمله، بالرسالة اللي أدّيها لنفسي، وما تسمعش بقى الكلام اللي ناس كانوا يعني سمعت كتير جدًا حاجات زي إيه مثلًا، عمرك ما تنجح، كل الحاجات الجديدة في أمراض القلب اكتشفناها وناس كبيرة اكتشفت، ما فيش حاجة فاضلة، باين عليك نبيه شوية، ممكن ما تروح تعمل حاجة تانية، يا ناس سيبوني في حالي، أنا مؤمن اللي أنا عايز أعمله، هي كلمة persistence دي الصبر، توصل لحاجة أنت مؤمن بيها. قبل ما ندخل على الأسئلة التانية، أنا عايز أقول لك إن أنا مبسوط جدًا، جدًا. أنا ما بانبهرش كتير إن أنا قاعد مع ناس، بس أنا بجد من قلبي مبسوط أوي إن أنا قاعد معاك. ما هي التحديات اللي قابلتك وإزاي تغلبت عليها؟ التحديات اللي قابلتني أنا عامةً، آمم، ممكن الاختلاف في الثقافات أكتر حاجة حسيت إن هي صعبة عليّا، إن أنا لمّا سافرت برّه في أوروبا ما كنتش باتكلم اللغة بتاعتهم، ما كنتش عارف الثقافة بتاعتهم، ما كنتش عارف هُم بيتعاملوا إزاي، بياكلوا إيه، بيشربوا إيه، بيتعاملوا مع الصعوبات إزاي. ده بالنسبة لي حاجة كبيرة أوي، إن أنا لمّا كنت مثلًا بالعب في مصر باحس إن الكورة جزء من يومي. في أوروبا الكورة هي يومي، يعني حياتي كلّها قايمة على الكورة. لمّا بتكبر وبتخلّف ويبقى عندك أطفال والموضوع بيختلف شوية، بتبدأ تشوفه من منظور تاني إن في حياتين. لكن مثلًا وأنا خارج من مصر لأ، إحنا بننام الساعة 6، 7 الصبح وبعدين نصحى الساعة 2، 3 نتمرّن وبعدين ننام تاني أو نخرج لحد الساعة 3، 4 يعني لمّا بارجع حتى المنتخب باحس إن ده موجود لسه، بننام متأخّر أوي وبنصحى متأخّر أوي، فباحس إن ده أكتر حاجة كانت بالنسبة لي صعبة. طبعًا زيادة على كده اللغة، ما كنتش باتكلّم لغة، فما كنتش عارف communicate مع الناس، مش عارف أقول لهم إيه، مش عارف أطلب حاجة، فبدأت أحس إن أنا لازم أبدأ أتكلّم لغتهم، أبدأ أفهم هُم بيفكّروا إزاي على الأقل. فبدأت بقى أول حاجة حاسس إن أنا محتاج إن أنا أغيّر عقليتي شوية، محتاج إن أنا أفكّر بالطريقة اللي هُم بيفكّروا بيها. بدأت أشوف أنا ما كنتش يعني لسه طفل جاي من مصر وعندي 19 سَنة ورايح سويسرا، فعايز أشوف الناس اللي نجحت بشكل كبير بتتكلّم إزاي، بيفكّروا إزاي. فبدأت أشوف فيديوهات الدكتور الله يرحمهم الاتنين مصطفى محمود وإبراهيم الفقي، بشكل بقى هُم إزاي الناس بتفكّر برّه، الناس إزاي أنا أغيّر عقليتي أنا، إزاي أحس إن أنا ممكن أبقى أحسن. البداية دي هنا بدأت أتعلّم اللغة وبدأت أقرا في كُتب وبدأت أشوف فيديوهات عشان أغيّر ده بالنسبة لي، وده كان التحوّل كبير بالنسبة لي في الوقت ده. في متشابه يعني لمّا جيت هنا كانت الناس بتعلمنا في مصر أنتم أحسن حاجة، فلمّا جيت هنا لقيت تحدي، اثبت نفسك، فكان في تحدي، إنما كان تحدي كويس لإني ابتديت قُلت طيب هو لازم أثبت نفسي، لازم أشتغل ليل ونهار، والحاجات اللي لازم بعلم وأخلّي بالي من واكتشف حاجات جديدة، بس ده خَد مجهود ضخم.
وبعدين زي بالضبط زي ما حضرتك قُلت وزي ما أنت قُلت يا لمّا اتجوّزت وكان عندي عيال وكانت مراتي ألمانية، بس كانت تقول لك كل حاجة بصراحة تامة، فتقول لي: "أنت فاشل." اللي قُلت لها: "ليه بس يا ستّي فاشل؟ أنت مش عارف عيالك، أنت بتقعد في المستشفى ليل ونهار لدرجة وتمشي الصبح بدري وترجع بالليل، اسأل عيالك بيعرفوك والّا لأ؟" أنا باقول لها لمّا بنروح أجازة باحبهم جدًا وهُم بيحبوني، فكنت أسأل الأولاد: "أنتم عارفين أبوكم؟" "إحنا عارفينه وإحنا بنحبك جدًا." أقول لها: "سمعتِ بقى إيه؟" تقول لي: "لأ بس أنت ما رُحتش المدرسة وشُفت عملت إيه." فده كان موضوع طبعًا إزاي يبقى في توازن بين الحياة العائلية والشغل والنجاح في ودي أوصل للكلمة التانية، ما هو النجاح؟ النجاح حاجة يعني ما لوش معنى. الناس بتفتكر لمّا الناس يقول لك أنت مشهور ده نجاح، ده كلام مش مضبوط. لأن خالص. النجاح في قلبك أنت، لازم تثبت لنفسك إنك أنت بتعمل الحاجة الصح، ولمّا تيجي تموت تبقى قُلت أنا عملت كل الحاجات اللي كانت تتعمل بحاجة صح. والحاجة التانية الصعوبات اللي قابلتها إن اشتغلت في مستشفيات مشهورة جدًا، بس لمّا تشتغل في مستشفى مشهورة مش هتقدر تغيّر أي حاجة، لأنهم بيقول لك إحنا أحسن ناس وما فيش. فرُحت في مستشفى برّه وقُلت لهم: "يالّا يا جماعة نشتغل مع بعض ونكتشف حاجة." يالّا، يالّا. فدي كانت حاجة جميلة. بس الوزارة بقى قالت: "إيه ده؟ أنتم بتشتغلوا في مستشفى برّه وبتعملوا الحاجات الكبيرة دي، لأ لازم تيجي في وسط البلد." لأ طب مش جاي وسط البلد. وقعدت أشتغل هناك يقولوا لي: "أرجوك ارجع في وسط البلد وهنعمل لك أستاذ وبتاع." أنا مش عايز اسم ولا أستاذ ولا غيره. قالوا لي: "بس إحنا عايزينك تعلّم الجيل اللي بعديه." أوكي، هاجي على هذا الشرط، بس لازم أقعد في المستشفى اللي برّه، لإن إحنا اشتغلنا مع بعض وأنا باحبهم وهُم بيحبوني والمرضى بتحبها. الناس كلّها كتبت للبرلمان وقالوا لو لمستوا المستشفى دي مش هتقدروا، فما قدروش. فدي كانت تحديات والواحد بيتغلب بيها إنه مؤمن إنه بيعمل الحاجة الصح. في حاجة بس حضرتك قُلتها بالنسبة لي عشان بافكّر فيها كتير، حتّة النجاح نفسها، كلمة النجاح نفسها، الناس بتشوف في ناس كتيرة بتشوف النجاح ده شهرة آه. أو إنّك تكون معروف أو الناس تعرفك. أنا بالنسبة لي شخصيًا هي رأيي في جزئين للنجاح، نجاح في المستوى المهني ونجاح على المستوى الشخصي. بالنسبة لي الشخص السعيد في حياته ده ناجح، شخص ناجح جدًا، إن هو مبسوط في حياته وحياته كويسة وبيصحى من النوم راضي باللي هو فيه وحياته كويسة وأهله كويسين، ده نجاح. وفي المستوى المهني الشخص اللي بيصحى من النوم وعايز يعمل الحاجة اللي هو بيحبها ومبسوط بيها، مش شرط هو عمل إيه فيها، مش شرط هو achieved إيه فيها، مش فارقة لي دي خالص، بس هو صاحي من النوم حابب اللي هو بيعمله، ده بالنسبة لي نجاح كبير. فالنجاح بسيط جدًا، بس الناس بتشوفه مكلكع وبتشوف إن هو لازم يكون حد مشهور. أنا أعرف ناس مشاهير كتيرة يعني miserable نفسك مش مبسوطين، آه. ده مش ناجح، ده شخص مش absolutely. ناجح. كان في مفكر كبير اسمه كيبلينج وقال حاجة جميلة أنا دايمًا بافتكرها، إن قال: "عمرك ما هتوصل تبقى حكيم إلا لو عاملت النجاح والفشل بالاحتقار بنفسه، تحتقرهم هُم الاتنين، لأنك أنت لازم تعرف لأن الناس اللي بيقول لك إن النجاح هُم نفس الناس اللي هييجوا ضدك بعدين." 100% هو نفس الناس. هُم نفس الناس. هل كان في يوم من الأيام شعرت إن كل ده مش هتوصل لأي حتة؟ لأ، الموضوع ده حصل كتير، إن أنا ليه بقى؟ دايمًا في doubt كده جوانا كبني آدمين، إن أنت مش عارف إيه نهاية المشوار ده. لمّا خرجت رُحت سويسرا، أول حاجة بنقابلها كمصريين إن إحنا في مصر بنحس إن إحنا متقدّرين أوي، السوشيال ميديا والإعلام ومش عارف إيه، لو أنت بتلعب في نادي جماهيري،
ده بالنسبة لمجالي أنا، ده اللي باتكلّم فيه. فلمّا بتروح برّه ما حدش يعرفك، أنت ولا حاجة، أنت ماشي في الشارع ما حدش بيشاور عليك، أنت لسه بتبدأ حياتك. فأنت بتبقى متوقع حاجة في مصر، أو بتبقى وأنت طالع متوقع حاجة تانية خالص. فلمّا بتمشي تلاقي ناس أنت بني آدم، الناس بتعاملك كبني آدم، مش بتعاملك كلعيب كورة، مش بتعاملك كنجم كبير. فده بالنسبة لي في الأول اللي هو أنا بجد أنا باعمل إيه هنا؟ أرجع مصر وأروح الأهلي والزمالك والنجم راح النجم جه، التفكير ده بييجي لي كتير. وبعدين قُلت أنا بجد أنا باعمل إيه في أوروبا؟ أنا عايز أعمل حاجة مختلفة. أول حاجة عشان أعمل حاجة مختلفة لازم أبطّل أفكّر بالتفكير ده، لإن ده هيزُقّني في طريقة بشكل معيّن إن أنا أرجع مصر. فخلاص أنا محتاج أوقّف ده، ووقتها خدت قرار أنا محتاج أوقّف التفكير بالشكل ده عشان ما أرجعش مصر، عشان أنا عايز أعمل حاجة مختلفة. أنا مش عايز أبقى زي لعيب خرج في أوروبا شهر، شهرين ورجع تاني. أنا كده هاحس إن أنا فاشل، هاحس إن أنا جات لي الفرصة ورجعت تاني عشان ضغوطات، عشان عقليتي، عشان مش عارف أتعايش مع الحياة، عشان أعذار هاطلّعها لنفسي. فقُلت ارمي ده كلّه على جنب، وجرّب بقى تجربة كويسة محترمة، وشوف أنت هتوصل لفين. بدأت بقى أغيّر في ده كلّه، بدأت أحس إن هو ماشي خلاص ادّي كل حاجة للكورة، وشوف بعدين إيه اللي هيحصل. أنا لو كنت واثق من نفسك، كنت واثق من نفسي، ما هو دي بس مهمة. وقت الشك في نفسك ده بييجي من وقت للتاني، إحنا بني آدمين، إحنا بشر. لكن دايمًا الصورة الكبيرة إن أنا واثق من نفسي إن أنا هاعمل حاجة كويسة، هاوصل لحاجة أخلّي الناس تصدّق إنها تقدر تعمل حاجة كويسة. ده دايمًا موجود عندي، بس وقت الشك من وقت للتاني ده بيوصل. من ناحيتي أقول لك يا مو إن زعلت جدًا مرّة لأن المذيع في BBC قال لي كل الحاجات الجديدة اللي أنت بتعملها دي، مش أنت بتعملها علشان شهرتك، علشان تستفاد منها. فزعلت بقى. فكان ساعتها أنا كنت واثق بنفسي بقى واتعلمت ما أكونش خايف منه. فقُلت له: اسمع يا فلان، أنا متأسف إنك أنت بتفتكر بهذا الموضوع، لأنك مش فاهم ما هي رسالة الطبيب. لما أنا باعمل حاجة جديدة أنا باعملها علشان العلاقة بيني وبين المريض اللي جه قال لي ممكن تساعدني. فلو قُلت من ساعتها لغاية بعديها لازم أكون يعني أعمل كل وسيلة للمريض. الحاجات اللي باعملها الجديدة دي لأنه هو ما لوش أمل، فأنا وجاي سألني فلازم أعملها. المهنة الطبية دي نبيلة يا فندم. قُلت له أنا الكلام يا حضرتك أنا آسف إنك أنت مش فاهم. فدي كانت زعّلتني، إنما جاوبته بشدة وهو تراجع بقى، قال لي: "طب أنا آسف." ده ما افتكرش إن فعلهم هُم بس، ده سؤال كل المصريين. إيه اللحظة اللي حسيت فيها إن التعب والشغل بدأوا يتحولوا لرسالة أكبر من مجرد مهنة؟ ده ابتدى بدري جدًا، لمّا كنت امتياز في القصر العيني، شُفت بعناية أطفال بتعاني وبشجاعة مش معقولة وما عندهمش أمل وعارفين يقولوا أنا هاموت بعد سنتين. أنت طفل عمرك 7 سنين، دي مش طريقة دي. إحنا لازم نعمل حاجة نساعد الناس دول. يعني قُلت دي رسالة لازم تتعمل. فاتمرّنت ورُحت إنجلترا وبعدين أمريكا وبعدين بقيت معروف في العالم. رُحت الحتت اللي فيها تعب للناس دي، مش بس في مصر وفي أفريقيا، في العالم العربي وفي العالم. لأن في ألم في المجتمع يلزمه أمل، وبعدين يشوفوا إنهم لو تخدمهم والطفل بقى رجع لهم صح يلعبوا بقى جميل كده، المجتمع كله آه. بيتغير. فدي رسالة يعني ما هياش مهنة، هي رسالة. مفيش حاجة تتقال بعد اللي أنت قُلتها. لا بس قُل لي أنت بقى من ناحيتك أنت، هي خدمة الإنسانية، ما هي إلا خدمة ده الإنسانية وتدّي للناس أمل وسعادة. أنا باحس إن هو من ناحيتي أنا، باحس إن هي مش بدري أوي، يعني
من ساعة ما تقريبًا ما مصر صعدنا كاس عالم الأخير ده، أول ما صعدنا كاس عالم الأخير، بدأت أحس إن الناس قد إيه متعلقين بيّا كشخص، أيوه. متعلقين بيّا كلعيب كورة وكإنسان ممكن يغيّر في حياة ولادهم أو في حياتهم هم شخصيًا. في ناس بتيجي تكلمني في حاجات أمثلة ما ينفعش أقولها هنا يعني، مش حابب أقولها هنا، حاجات شخصية ليهم، بس قد إيه ناس بتتعلق بالأمل اللي أنت بتديه لهم، وقد إيه ناس بتتفرج على الماتشات، وقد إيه ناس ولادهم بيبصوا عليك كبني آدم كلاعب كورة. فبدأت أحس الموضوع أكبر بكتير من إن أنا لعيب كورة، الموضوع أكبر بكتير من إن أنا كبني آدم. الناس ده أمل، دي رسالة كبيرة بتديها للناس إن هو بجد يقدروا يحققوا اللي هم عايزينه، وولادهم يقدروا وهُم بيكبروا يبصوا عليك ويقولوا إحنا ممكن نبقى كده في يوم من الأيام. فده بالنسبة لي أكبر أو أكتر فترة حسيت فيها اللي هو لأ، الموضوع أكبر مني بكتير كلاعب كورة، الموضوع أكبر من كده. خدمة المجتمع في العالم كله. أمل كبير بالنسبة للناس، يعني أمل أيوه. كبير لأجيال طالعة جديدة، إنها تحس إنها تقدر تكسب وتachieve حاجات كبيرة أوي، أوي في في مجالها، مش شرط الكورة بس يعني كل المجالات. في تشابه كبير جدًا. أكيد. تقريبًا يعني إيه المبدأ الثابت في حياة حضرتك من البداية لدلوقتي؟ إن يكون عندي ثقة في اللي أنا باعمله، بس ما أكونش مترافع على أي حد، أكون متواضع، وإن أنا لازم أشتغل بدقة تامة، وإن المبدأ إن أوصل وده اللي أنت بتعمله كمان للإبداع excellence، يعني ده عمال يتحرك، كل ما توصل لحتة تلاقي إن لازم في حتة تانية، pursuit of excellence ده، وده الناس بتفكر في حضرتك كده تمام. ها دايما يحط صورتك يقول لك شوف ده، يعني لازم تكون اتعملت على أعلى مستوى ونطلع تاني. حتى أنا كتبت مقالة تسلق جبل الإبداع، تفضل طالع الجبل وبعدين أول ما توصل للقمة تلاقي دي مش قمة خالص. في لسه في حاجة تانية، لسه في حاجة تانية. قمة في حتة تانية. ده حقيقي. ده مبدأ يعني أنا بشتغل فيه الأول، بس ده زيك بالظبط مش كده؟ أنا ما عنديش إجابة أقولها. ده بالضبط اللي أنا ماشي بيه في حياتي كلها، إن أنا لو عايز حاجة أنا هاعملها، إزاي ما أعرفش، بس أنا هاعملها. أنا ممكن عشان achieve حاجة معينة هاتمرن 3 مرات في اليوم، مرتين في اليوم، مش مهم إزاي، المهم إن أنا هاعمل كده عشان ده الصح، ده اللي هاعمله. برضه عندي حاجة مقتنع بيها أوي، ده مبدأ دايمًا في حياتي عشان أنا صريح أوي مع نفسي، فباحس إن الصح صح والغلط غلط. إحنا كبني آدمين بنحاول شوية لو عملنا حاجة غلط بنبقى it's okay عادي، مش مهم، مش غلط أوي. أنا بالنسبة لي لأ، حتى لو عملته وهو غلط، خلاص أنا صريح مع نفسي، والصح صح لو ما حدش عمله خالص. فالناس دايمًا بتحاول تmix الموضوع ده كله ببعضه، بس أنا باحس إن هو جزء كبير أوي من النجاح اللي أنا وصلت له إن أنا صريح أوي مع نفسي، باعرف أكلم نفسي بشكل كويس، باعرف أكون كويس مع نفسي، وباعرف أكون صريح مع نفسي، حتى لو باعمل حاجة غلط المهم إن أنا عارف إن ده من جوايا إن ده غلط. دي حاجة جميلة جدا. وكان في ليا زميل هنا في إنجلترا جاي من بلجيكا، وكان بيقول ما هي الغلطات اللي إحنا بنعملها human error. الناس الأمريكان قالوا إزاي تتكلم على human error يا أخي، أنت تخلي الشعب ما يثقش فينا. يا سيدي اهدوا شوية، لازم تنتقدوا نفسكم وتعرفوا إنه حكاية إنه ممكن يحصل غلط. وليه في الطيران هو اشتغل مع ناس من الطيران كمان ما بيحصلش حوادث كتيرة، بتحصل حوادث أقل من السيارات، لأنهم عندهم حاجة اسمها نير ميس. قبل ما تحصل حادثة لازم تقول دي ازاي اتفاداها. فمثلا إذا الطيارة قربت من طيارة تانية 10 ميل دي ريكوردت على إنها نير ميس، كنا هنخبط في بعض. فوصل بدرجة إنه يقول لو الدكتور دخل أوضة العمليات وما سلمش على الحية الممرضة رئيسة الممرضات، دي غلطة ضد العيان. لازم
عشان قبل ما تستناش إن العيان يموت. أيوه. لازم تكون الحاجة تبقى على مستوى عالي جدًا. فدي زي ما أنت قُلت حضرتك إن على نَفْسك تنتقد نَفْسك، شوف قبل ما تحصل أي حاجة إن أنا لازم ما أقرّبش الحادثة، لازم أنا أتفادى أي غلطات إنسانية، ومتأكد إن الغلطات ممكن تحصل. حابب الناس تفتكر حضرتك بإيه؟ أحب الناس تفتكرني بإن أنا إنسان عادي جدًا، بس تفانى في خدمة الإنسانية. لأن في ألم كبير في المجتمع، وأحب الناس تفتكر إن أنا كل حياتي كرستها لخدمة الإنسانية. ده اللي أنا عايزهم يفتكروني بيه. باختصار خالص حابب الناس تفتكرني إن شخص ادّاهم أمل، إن شخص عمل. ادّاهم أمل وادّاهم إحساس إن هم بجد يقدروا يوصلوا اللي هم عايزينه. طب في سؤال برّه الأسئلة دي أنا حابب أسأله لحضرتك، أوكي. إيه الحاجة اللي بتبسطك عامةً دلوقتي؟ في حاجات كتيرة بتبسطني. العالم جميل جدًا، وخصوصًا الحاجات الحية، المزيكا الكلاسيكية أو الperfection بتاعة باخ وموتسارت وكده، والمزيكا العربية كمان مع عبد الوهاب حاجات جميلة جدًا. وبعدين الحاجة التانية الزهور. وأنا كنت باشتغل، كانت شغلتي واحدة من الشغل بتاعي إن أنا آآ عندي مجموعة ضخمة من نبات الأوركيد، لأن الأوركيد زي الإنسان بالضبط، يعني أنواع كبيرة جدًا، ولازم تخلّي بالهم ويبصوا لك كده يعني بطريقة لازم تخدمهم زي ما تخدم المجتمع. الزراعة والمزيكا والجمال بتاع الطبيعة، فدي حاجات بتديني سعادة ضخمة جدًا. بالنسبة لي أنا باحس إن هو بغض النظر عن إن أنا أكون موجود مع الأطفال عيالي وإن أنا أكون موجود حواليهم وكده، باحس إن هو إن أنا أكون في مكان وحاسس إن أنا على طبيعتي، إن أنا قاعد مع أصحابي وقاعدين بنتكلم وندردش، إن أنا باجيب coffee مثلًا وباتمشى في الشارع، حاجات بسيطة أوي، ده اللي باحس إن هو حاجات بتبسطني بجد. طبيعية. بالضبط. كلنا بنحب مصر. أول حاجة بتعملها لما ترجع مصر باشوف أهلي، باشوف أبويا وأمي، بتروح لو ما رُحتش البلد هم بييجوا لي أول ما باوصل على طول عشان معظم الوقت بانزل على المنتخب، فباشوف أبويا وأمي وبعدين أروح المنتخب. أوكي. آمم حضرتك؟ من ناحيتي أحب أروح أسوان، لأن باروح هناك المركز بيشجعني جدًا، لأن باشوف الخدمة اللي مركز أسوان بيعمله لخدمة الناس، والأبحاث اللي بيعملوها الشباب كلّهم بيعملوها بطريقة جميلة، والحاجات اللي أنا وريتها لهم بيعملوها أحسن منّي، وبيعملوا أبحاث علمية وبيطلّعوا 100 ورقة علمية في السنة. آه. فباقول دي حاجة جميلة جدًا. فدي أول حاجة باعملها في مصر. ساعات باقعد في القاهرة لأن في مركز جديد طالع في القاهرة جنب الهرم. ده كمان هيعمل 3 مرات أكتر من أسوان، إنما ما يبقى زي أسوان إن شاء إن الله. شاء الله. بس دي أول حاجة باعملها في مصر. إيه أكتر حاجة شايفها في مصر مشجعة؟ أكتر حاجة باحس إن هي بتدّيني أنا انبساط وبتخلّيني آمم، أحس أوي بمصر، إن أنا باشوف إن الناس لمّا بتشوفني بتتبسط، الناس لمّا بتشوفني باحس إن في نظرة فخر ونظرة أمل في نفس الوقت. باحس إن ده بالنسبة لي حافز دايمًا موجود عندي طول ما أنا باشوفهم وباحس بالنظرة دي، باحس إن أنا مبسوط أوي، وباحس إن أنا بجد أنا عملت حاجة كويسة، وعملت حاجة حسّست الناس بأمل وحسّست الناس بفخر،
فدي أكتر حاجة باحس إن أنا عايز آخُدها، على قد ما أنا عايز أشوفها يبقى عايز آخُدها من الناس، عايز الإحساس ده يوصل لي من الناس. إنما أنت بتقدر تمشي في الشارع من غير ما مش الناس دايمًا، مش دايمًا، مش كده، ما دي حاجة لأ مخيفة. مش دايمًا، بس يعني الناس باشوف بتحبك لمّا أوي، 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 ربنا يخلّيك. إنما باحس لو أنا في المنتخب وباشوف الناس وباقف أتصوّر معاهم، لإن أنا لمّا الناس باحس إن هي واقفة ومستنية وبتنده عليّا، باحس إن قد إيه الناس فخورة بجد ومبسوطة إن هي فخورة سايباني. بالضبط، آه. بالضبط. طَب بالنسبة لحضرتك؟ بالنسبة ليّا اللي أنا شايفه بيشجعني جدًا في مصر الكفاءات اللي موجودة في مصر. دي كفاءات وحضارة موجودة من اللي عندنا في مصر من أيام قدماء المصريين، على الأقل 4000 سنة لسه موجودة، وبس لازم نديهم فرصة. إنما الكفاءات موجودة، إزاي نديها لهم ونعمل مراكز إبداع، وإزاي نخليهم يتطوروا إنهم يوصلوا للحاجة اللي هم عايزينها واللي البلد عايزاها. إنما الكفاءات موجودة. ده أكيد. أنا برضه هاضيف على دي لمّا باروح دبي أو حاجة باشوف ناس مصريين في مناصب كبيرة أوي. لمّا في ليفربول برضه في مركز كبير للدكاترة برضه في جالية برضه مصرية كبيرة أوي دكاترة في ليفربول. وفي لندن باشوف ناس برضه مصريين في أماكن كويسة، فزي ما حضرتك بتقول الكفاءة دي موجودة 100%. يعني بس لازم نديهم فرص في مصر عشان ما يسيبوش مصر. نصيحة واحدة تقولها للجيل الجديد تبقى إيه؟ أقول لهم 3 حاجات، لأن لو هم معتمدين على نفس الحكاية. أول حاجة إنهم يكون عندهم حب للي بيعملوه، دي باسميها passion. يعني يختاروا حاجة هم اللي عايزين يعملوها، لأنهم زي ما قُلت قبل كده كل واحد عنده حاجة special، حاجة جميلة، بس لازم هو اللي يختارها، هو أو هي تختاره، تقول دي اللي أنا عايز أعملها، دي أول حاجة. وبعدين تحبها بقى تبقى passion. فكل يوم يصحوا الصبح مش يقول أنا رايح الشغل، أنا لازم أروح للحب بتاعي وأنا عندي شغف للي أنا هاعمله. فدي أول حاجة. في حاجة التانية اللي أنا باقول هي second P، الحاجة يكون عندهم مثابرة، لأن الحاجات ما بتجيش بسهولة، والحاجة تيجي بسهولة ما لهاش قيمة في أغلب الأوقات. فلازم يكون عندهم مثابرة وإيمان في نفسهم، وما يسمعوش الكلام اللي كل الناس اللي هتقوله زي ما قُلت قبل كده عمرك ما تنجح، وليه بس خدت دي؟ لأن أنا عندي قابلية لأ، وأنا اللي اخترتها، فدي لازم أمشي فيها. وآخر حاجة مهمة جدًا ويمكن هي الأهم حاجة، والتواضع. التواضع في المجتمع والتواضع في الشغل، لأن إحنا عارفين إن دايمًا في حاجات أكبر وأكتر ممكن نعملها في المستقبل، ما يبقاش في أي يعني يكون أنا أحسن من حد تاني. أنا مش أحسن من حد تاني، ولازم أشتغل معاه عشان نهزم المرض والجهل. هما الاتنين زي بعض، بس لازم نشتغل مع بعض وما نزقش حد خالص. أنا وجهة نظري في الحتّة دي، النصيحة اللي أنا أحس إن أنا ممكن أقولها للجيل الجديد، إنّك تكون مؤمن باللي أنت بتعمله، زي حضرتك قُلتها بالضبط، تكون مؤمن وواثق إن أنت هتحقق الحاجة اللي أنت عايز تعملها. لمّا بتبقى صغير أو أنت في الموضوع نفسه ما بتبقاش شايف الرؤية كاملة، إن أنت بعدين هتقدر تعمل حاجة. بس أفتكر لو حضرتك ما عندكش الرؤية دي والثقة دي، ما كنتش تقدر تachieve الحاجة اللي أنت وصلت لها. فدايمًا لمّا بنبدأ حاجة معيّنة، مشروع معيّن أو أي حاجة بنعملها في حياتنا، ما بيبقاش عندنا الثقة والإيمان دول. لكن باحس إن هُم دول أهم حاجتين موجودين، إن أنت تكون عندك ثقة وعندك رؤية وعندك إيمان إن أنت هتحققه. إزاي؟ مش لازم تعرفها، بس تكون الرؤية دي موجودة، إن أنت بجد هتحقق ده، لإن ما فيش حد فينا بيبقى مؤمن بحاجة وعارف إزاي هيحققها. تحس إن هو أنا عارف إن أنا هاوصل، بس إزاي ما أعرفش، أنا مؤمن إن أنا هاوصل، إزاي أنا بجد ما أعرفش،
بس أنا مؤمن إن أنا هاعمل ده. دايمًا حتى لحد الآن لمّا باحط هدف في دماغي أو حاجة عايز أكسبها أو جايزة فردية أو جماعية، أنا بجد ما أعرفش إزاي، بس أنا عارف إن أنا هاكسبها، أنا واثق إن أنا هاكسبها. باقعد وقبل ما أنام كده أغمض وأتخيل إن أنا كسبتها وخلاص الحاجة دي معايا وحاسس بإيه وأنا واصل لها، لكن إزاي كسبتها ما أعرفش. فدي باحس إن هي نقطة مهمة أوي عامةً بالنسبة للناس، وصعبة أوي لإنك وأنت في الحاجة مش قادر تشوف الرؤية دي. إيه الحاجة اللي تتمنى إن كل شاب أو شابة يعرفوها بدري، يعرفوها وهُم صغيرين أو بدري في حياتهم؟ ده سؤال مهم جدًا. ما هي الموهبة اللي عندهم اللي لازم، لأن كل إنسان عنده موهبة والموهبة مختلفة، مش كلنا زي بعض. أكيد. مشروع الhuman genome اللي ورّى إن إحنا كلنا زي بعض، بس كلنا مختلفين، فكلنا لينا رؤية مختلفة. فالرسالة اللي عايز أقولها لكل واحد، ما هي الحاجة اللي أنت تختارها وأنت موهوب فيها؟ ودي مهم جدًا إنك تقدر تكتشفها، وإن إحنا نساعد الأطفال إن يلاقوا الموهبة بتاعتهم. هل هي لعب كورة على أعلى مستوى؟ هل هي مزيكا؟ هل هي رسم؟ وهل هي طب؟ وما هي مش كلنا زي بعض. فدي النصيحة اللي أحب أقولها. بس إجابتي فيها جزء برضه رايح لأولياء الأمور، لإن زي ما حضرتك قُلت هو يعني الأب والأم عايزين يشوفوا ابنهم الولد لعيب كورة، بس هو ممكن هو ما بيحبش يشوفه لعيب كورة. Okay there you go. يعني أنا حتى مع بنتي أنا قُلت لها كنت بازُقّها شوية عشان تلعب تنس، قالت لي: "أنا مش عايزة ألعب تنس." فقعدت مع نفسي كده قُلت هو أنا عايزها تلعب تنس عشان هي بتحبها والّا عشان أنا عايزها تبقى لعيبة تنس؟ وهي قُلت هي مش حياتي أنا عشان أقرر لها، هي حياتها هي اللي تقرر. بالضبط. بس قعدت اللي هو أنتِ لازم تعملي sport، اختاري اللي أنتِ عايزاه، أنا هاساعدِك في كل حاجة بس اختاري sport معيّنة أنتِ عايزة تعمليها. عشان خاطر معظم الأبّهات والأمهات بيبقوا عايزين ولادهم عايزين يشوفوا ابنهم زي مثلًا، هو مش عايز يطلع كده، هو عايز يطلع دكتور كويس، مهندس كويس، مش عارف إيه كويس، هو حُر. لو عمل الحاجة عشان أنت عايزه يعملها مش هيبقى مُبدع فيها، بس لو عملها عشان هو بيحبها ممكن يبقى حاجة كبيرة أوي يعني. في الآخر ما فيش حاجة أقولها غير إن أنا مبسوط جدًا، جدًا، جدًا إن أنا قعدت معاك. يعني أنا ما بانبهرش بناس كتيرة وأنا قاعد معاهم، بس حقيقي الساعة اللي عدّت دي من أحسن لحظات حياتي. فشكرًا جدًا إن أنا شُفتك، ومبسوط جدًا إن أنا شُفتك، وإن شاء الله نكررها تاني بإذن الله. شكرًا يا مود، نفس التفكير، وإحنا زي بعض بالضبط، وبنفكر بنفس الطريقة. كنت سمعت كتير عنك وكلمتك في التليفون، أو أنت اللي كلمتني في التليفون، وكنت سعيد جدًا. ودلوقتي قابلتك. في آخر الحوار بتاعنا أحب أقدم لك هدية صغيرة. أنت زي ما قُلت أنا معجب بيك قد إيه، وإحنا الاتنين متشابهين بطريقة مش معقولة. وأحب أوريك مثلًا دي م رسم على بيت في الشرقية، وفي رسم زيه بالضبط في أسوان على البيوت. الناس بتفكّر فيهم، بتفكّر في إحنا الاتنين، صورة جميلة، مش كده؟ أول مرّة أشوفها. صحيح. شُفت صور لينا بس ما شُفتش الصورة دي. طب ممكن تمضي لي على الكتاب وتمضي لي عليه؟ هامضي لك على الكتاب الأول. تيمور صلاح. أرجو إنك شكرًا جدًا. يعني ويكون عندك الوقت. أنا عارف أكيد. أنت بتتمرن قد إيه لا، أكيد إن شاء الله. شكرًا جدًا، جدًا.